عارف إن ضرس العقل ممكن يكون السبب في ريحة بُقّك أو في صداعك؟ المشكلة إن أغلب الناس عندها مشاكل بسبب ضرس العقل ومش عارفة أصلًا، ففي الفيديو ده هاقول لك على 5 حاجات ضرس العقل بيعملها وأنت مش واخد بالك منها. أول حاجة بيزُق الأسنان اللي قدامه وبيسبب تزاحم، ضرس العقل لما بيبدأ يطلع مكانه بيبقى ضيق، فبيبدأ يضغط على الأسنان اللي جنبه، والنتيجة إن أسنانك اللي كانت مضبوطة بتبدأ تميل وتتزاحم تاني، عشان كده لازم تتابع أسنانك وشكلها كل فترة عشان تعرف وضع ضروس العقل قبل ما تسبب مشكلة. تاني حاجة بيعمل التهابات متكررة في اللثة، لو ضرس العقل ما طلعش بالكامل وفضل منه جزء بسيط، البكتيريا وبقايا الأكل بيبدأوا يتجمعوا تحت، وده بيعمل التهاب وألم وتورم بشكل متكرر في نفس المنطقة، عشان كده لازم تنظف المنطقة دي كويس جدا، ولو الالتهاب بيتكرر فضرس العقل لازم يتشال. تالت حاجة ممكن يسبب ريحة فم مش ألطف حاجة، البكتيريا اللي بتتجمع حوالين ضرس العقل المسخون بتسبب تسوس والتهاب بسيط في اللثة، والنتيجة بتبقى ريحة فم مستمرة مهما غسلت أسنانك، عشان كده لازم تستخدم غسول فم مضاد للبكتيريا بشكل مؤقت، لكن الحل الجذري بيكون عند الدكتور. رابع حاجة بيأثر على العصب الفكي، لو ضرس العقل قريب من العصب السفلي ممكن يعمل ضغط بسيط يسبب ألم في الفك أو يعمل تنميلة خفيفة في شفايفك، والمشكلة إن الناس بتفتكرها حاجة عادية أو شد عضلي بسيط، عشان كده الحل وقتها إنك لازم تروح للدكتور وهو يحدد الوقت المناسب إنك تخلع فيه ضرس العقل. خامس حاجة ممكن يسبب صداع أو ألم بيتنقل، الالتهابات أو الضغط اللي بيعمله الضرس ممكن يسبب وجع بيتنقل للراس أو للودان أو حتى تحت الرقبة، وده اللي بيسبب الصداع. عشان كده لو في وجع متكرر في الجهة دي من بقك أو من راسك لازم تراجع طبيب أسنان متخصص. في النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.